اتكلمنا على كل الجوانب، بس ما اتكلمناش على انا مريض دلوقتي اعالج نفسي ازاي، الحق نفسي ازاي من الكارثة دي. هل في طرق؟ هل في حاجات امشي عليها؟ ولا هكتفي بس ان انا اعرف ان انا مريض وخلاص؟ انت عيان؟ عيان. طب اتصرف ازاي؟ هي دي مشكلة نفسية للأسف، كمان بيطلع عليها أعراض بدنية ونفسية كمان. كل إنسان يختلف عن غيره في الأسباب، في الشهوة، في طبيعة الحياة، حتى كمان في معدل الأفكار ومعدل الوقوع في البورنو في الإباحية. أول حاجة لازم نقولها إن الوقاية خير من العلاج. لازم 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 تحمي نفسك من البداية خالص. كل ما قللت وكل ما بعدت عن مصادر الشهوة وعن الوسائل اللي بتخليك تقع فيها، ده هيبقى احنا وقعنا وخلاص. يعني للأسف اتلطينا زي ما بيقولوا كده. بالظبط. نعمل ايه بقى؟ اول حاجة نشوف احنا بندخل على ايه فبنتفرج على بورن، اذا كان من الموبايل او من اللابتوب او الحاجات. طبعا اول حاجة نعملها لازم نقلل وقتنا على الاجهزة دي، نخليها بس للضرورة. استخدام الموبايل اللي يبقى للضرورة القصوى فقط، التليفونات حاجة كده معينة، كلام من ده. مرة واحدة ولا واحدة واحدة؟ يعني أقلل تدريجي ولا قط؟ دي بقى تختلف من إنسان لإنسان. زي الإقلاع عن التدخين، في واحد يبتدي يقلل سيجارة بسيجارة، وفي واحد لا يقفل مرة واحدة. ده كل إنسان يعرف نفسه هو بيستجيب لإيه أكتر. ده أول شيء، الابتعاد عن المصادر. ثانيا أهم حاجة وقت الفراغ. أهم حاجة وقت الفراغ ده طبعا، لأن انت طول ما انت فاضي فانت دماغك مش شغالة. طول ما انت دماغك مش شغالة او مش لاهي نفسك في حاجة مهمة، دماغك دايركت هتروح للإباحية على طول، لان هي دايما الدماغ بشكل طبيعي بتدور على الراحة وعلى السعادة، فالراحة والسعادة موجودين في الإباحية للأسف. فانت لازم تبقى مركز ان انت ما تقعدش فاضي ابدا، يبقى اليوم كله شغال. تنزل تعمل اي حاجة، تقعد تنظف في البيت، تقضي مشاوير البيت، اذا كان معك مذاكرة تذاكر حاجات مختلفة، اذا كان معك شغل تتصرف. يعني بص، لازم ما تقعدش كده فاضي، بحيث ان انت اول ما تروح تحط دماغك على المخدة تنام على طول، تقعدش تفكر. بعد كده لازم تخلي بالك من الافكار نفسها، تقاوم الفكر، لان انت لو سبت نفسك للفكر واستحليته فانت بمرور الوقت بتعالي ليفل الشهوة عندك، وعندما ليفل الشهوة عالي عندك مش هتعرف تنزله الا لما تفتح مواقع او تتمم العادة السرية للأسف الشديد يعني. فانت لازم تتحكم في تفكيرك، زي بالظبط الاكل او الصيام عن الاكل. لو انت قعدت تفكر في الاكل كتير ضروري هتقع، لازم هتخش تاكل، لكن لما بتمنع تفكيرك عن الاكل هتفضل صايم. هي نفس الفكرة. ده شيء كمان الابتعاد عن الجو اللي انت بتعمل فيه الإباحية او العادة السرية. لازم تبعد عن الجو ده. يعني انت مثلا في ساعتين كده بتبقى فاضي فيهم، ساعة مغربية او مثلا بالليل ما بيبقاش في حد شايفك، فانت بتقعد خلاص بقى بتعمل اللي انت عاوزه. لازم تبقى مركز تمام التركيز ان ده الوقت اللي انت هتدعك الدنيا فيه، وده الوقت اللي انت لا يمكن هتتصلح بسببه. فخلي بالك من النقطة دي، لازم تملأ الوقت دي وتقاوم وتغير الوضع ده. مثلا لو انت بتعمل عادة سرية انت وبتستحمى، لا تخلي بالك ان بيبقى دقيقة او دقيقتين بالظبط وتكون خرجت. تكون مثلا مشغل ميوزك او مشغل اي حاجة، يعني تحط تايمر بالظبط. ما ده من وسائل تقليل الوقت. مثلا تشغل ميوزك او تشغل اغاني عشان ما تخليش تفكيرك يروح للإباحية، فبالتالي تقع. الخطوة اللي بعد كده الاستمرارية. لازم هتقع، احنا بشر، احنا محدودين، احنا ضعفة، لازم هتقع. فلازم تدرك ده كويس، وان اللي بيقع يقدر يقوم. فانت حتى لو وقعت في مرة قوم، وقوم تاني، وحاول تالت، وحاول رابع، وحاول خامس، وحاول عاشر، لغاية ما توصل. يا ريت كمان تلاقي في ناس حواليك يبقى مهتمين بنفس الافكار بتاعتك، ان انت عايز تقلع عن الكلام ده، وناس تكون ناجحة. لازم ناس تكون ناجحة، ناس تكون طاهرة، ناس تكون منتصرة، فدول يشجعوك ويحمسوك ويدولك بوش كده لقدام. فدي التبس اللي انا قلت عليها، هرجعها بسرعة. المصادر ان انت ما تتفرجش على اي حاجة. مكان والمحيط اللي انت بتعمل فيه العادة السرية او الإباحية لازم يتغير. الابتعاد تماما عن وقت الفراغ، ان انت تشوف ناس بتقاوم العادة دي وبتقاوم الافكار دي، وناس تكون منتصرة، ناس تكون عاقلة، دول يدوك زقة لقدام. احنا بدون ربنا في حياتنا احنا مش هنقدر نتغلب على اي حاجة.